ربما لم يكن تركيز هذا اللاعب تراجع بشكل كبير. انا في رايي ان هو كان بعد البطاقه الصفراء او الصفراء فكر كتير جدا في ماتش برشلونه، فكر ان هو هيبقى ده نفس الكلام، وهذا ما تقوله الصحيفه. خوان فران يغيب عن مباراه برشلونه يوم السبت القادم في سانتي كالديرون. في رايي خساره مؤثره جدا. يمكن اتكلمنا قبل الاستوديو انا وانطونيو وانت، اتكلمنا في بدايه المباراه وقلنا اللي ياثر كتير على اتلتيكو مدريد النهارده لو اثنين من اللعيبه خدوا انذارات، خوان فران وكمان فيليب لويس، لسبب بسيط لان الاثنين ما لهمش بديل بنفس الكفاءه وبنفس الامكانيات على المستوى الهجومي والمستوى الدفاعي، وحتى عمليه ان هم لعيبه بلغه كره القدم لعيبه رزله تعرف تتعامل كويس جدا في مباريات كبيره. وهذه الجهه التي يلعب فيها نيمار. عشان كده انا اعتقد ان هو فكر كتير جدا بعد الانذار اللي خده وخرج تماما عن المباراه، مع انه كان المفروض العكس ان هو خلاص مش هيجود في ماتش برشلونه. واحد زي خوان فران كان ندي زياده اكتر في الناحيه الهجوميه، ولكن في رايي تاثير مباراه البارسا في المباراه القادمه وهي مباراه حساسه، مباراه قمه، مباراه لها وضع خاصه عند ملعب فينسنتي كالدرون وعند جمهور الاتليتيك، عند جمهور الريال كمان نفس القصه، لانه يتمنى تعثر احد الفريقين او تعادل الفريقين علشان يصل هو التعادل هو السيناريو الافضل بالظبط يعني. فكل الموضوع ده كله في دماغ فرقه الاتليتيكو، ولكن انا مبسوط جدا من الاتليتيكو بسبب بسيط، لان في ظل غياب عنصرين مهمين جدا جدا في رايي الشخصي النهارده، جابيه لاعب وراؤول جارسيا، قدر كوكي بامكانيات ممتازه بصناعه لعب بصناعه هجوميه كوسط ملعب، بالتغييرات اللي عملها ادريان كمان كريستيان تريجز في فتره من الفترات، والتغيير اللي اتكلم عليه انطونيو كلاعب خامس في الناحيه الدفاعيه بتاع جول. اعتقد ان ده كله يؤدي او يقول ناتج لاتلتيكو مدريد ان فرقه عندها امكانيات تكتيكيه على مستوى عالي، عندها كمان اسلوب في اللعب، بمعنى ان اتلتيكو مدريد الفريق الوحيد اللي في الدوري الاسباني اللي لعب بكل الطرق ما عدا 3-5-2 4-1-4-1 لعب 4-4-2 4-2-3-1 4-1-3-2 بالاضافه ل 4-3-3. عشان كده اعتقد ان ما يمتلكه اتلتيكو مدريد من عناصر تكتيكيه ومرونه في كل المراكز بتتيح له الفرصه، لكن الخطر الاكبر هم طرفين الملعب خوان فران وفليب لويس. صحيح انه ربما يخسر خوان فران، ولكن يعود كل من جابي وكذلك لاعب الاخر راؤول غارسيا في المباراه القادمه. دياغو كوستا ايضا صحيح انه كان المنقذ في